السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. وانا اسف ان انا في الفيديو ده كمان مش هطلع بوشي، ولكن ركزوا في الكلام لان الكلام هو اللي هي يعني في الدروس كلها ان شاء الله. طيب، اول يوم كلية الجزء الثاني، وهنتكلم النهاردة عن انواع الناس اللي هتقابلوهم في الكلية، وهنتكلم برضو عن الطريق انكم انتوا تستغلوا الطريق في حاجات تانية. تمام. نبدأ بأنواع الأشخاص. الكلية طبعا الدنيا دي فيها الحلو وفيها الوحش. تمام. فانتوا بقى عايزين تشغلوا نفسكم بالوحش، هتتعبوا كتير جدا، هتتعبوا في حياتكم وهتعانوا. ادينا مثال. والله انت في الكلية شفت شخص شايف نفسه. طب هشوفه شايف نفسه ازاي؟ مش بقول لكم هتلاقوه لابس مثلا نضارة شمس، هتلاقوه لابس مش عارف قميص وبنطلون وماشي كده رافع رقبته عادي. ممكن يكون شخص هو ده يعني. هو جسمه مثلا كده ولابس عادي قميص وبنطلون ولابس نظاره، فتشوف ان هو متكبر وهو في الحقيقه طيب جدا جدا جدا. فما تحكموش على الاشخاص بلا لون جسمهم، ولا لبسهم لابسين ايه، ولا اي حاجه من الحاجات دي. ولا نحكم عليهم ازاي من طريقه كلامهم معاكم، اللي هو ده انا اصل انا ايه مش عارف وبابي ومامي، ويقعدوا ايه، تحس ان هم بيشوفوا بيفرضوا ايه، ان هم يعني ما تحسسوش نفسكم ان في حد في الكليه اغنى منكم ولا اعلى منكم ولا اعلم منكم. طب ازاي ده كله؟ اولا طبعا الرزق ده بايد ربنا، ولكن ما تحسسش حد ان هو يشوف نفسه عليك في يوم من الايام. طب بعد اذنك، طب انا بشوف حد مثلا بيجيب اكل معين وانا مصاحبه وهنروح نجيب اكل سوا. والله وانا مثلا عايز اجيب فول وطعميه، بس قدامه يعني هو مثلا هيشتري كريب والحاجات دي، فانا هجيب زيه واقعد ايه. خالص 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 خالص، محد لو مشيتوا على المبدأ ده هتتعبوا في حياتكم. والله انا مثلا في جيبي مثلا 10 جنيه، ما اروحش بقى مثلا ايه اقول لا ده انا هجيب مثلا فطير بيع واجيب حاجات زي مثلا صاحبي اللي رايح يجيب الحاجات دي، عشان ما بانش قدامه ان انا ايه هجيب سندوتش فول ولا سندوتش. لا خالص، اقسم بالله. يعني ريحوا نفسكم عشان ما ترجعوش تعانوا. تمام. فما حدش يفكر بقى ان الكليه دي انتوا هتخشوا كده. انتوا على فكرة لو مشيتوا بالمبدأ ده هتصرفوا دم قلبكم في الفلوس، فحاولوا تحافظوا على الفلوس دي عشان تستثمروها في حاجة تفيدكم بعدين. مش عايز اخد في النقطة دي لانها ملهاش لازمة قوي، ولكن فعلا هتبقى مهمة بالنسبة لكم لو انتوا قابلتوا شخص مبذر. ما تعرفش والده شغال ايه، وما تعرفش هو اصلا شغال في ايه، عشان كده بيصرف الفلوس دي. فما تعملش زيه عشان ما يتخربش بيتك. طيب نرجع بقى للاشخاص. طبعا ده يعني قلت لكم على الشخص المتكبر، وهيبقى باين كده ايه من اسلوب كلامه معاكم. في شخص تاني اللي هو بيترسم او عايز يعمل نمرة. طبعا انا بتكلم للبنات والشباب، يعني انتوا الاتنين خدوها قاعدة. وما بقول الشخص ابقى بقصد بيه البنت والولد، مش بقول الولد بس. تمام. ففي مثلا ممكن ولد بيكون بيجي قدام مثلا بنت كده، يروح مهزر معاك، يزقك، يهزر معاك، يخبطك كده، يضحك معاك، يعلي صوته. فده شخص بيترسم، فانت فكك منه واعرف ان هو بيعمل نمرة قدامك، او واخدك يا باشا ككوبري عشان ايه يعني يعجب بنت ماشية، او الكلام الفاضي اللي ملوش اي 30 لازمة ده. فما تبقاش كوبري، بالله عليك ما تبقى كوبري، عشان هيبقى منظرك زفت بعد كده. آم، وطب ايه، طب الكلام ده يعني انت طب هيحصل ازاي؟ ولا انتوا من نفسكم؟ انا بس بحذركم لما تلاقوا حد بيشوف نفسه او بيجي قدامكم كده تلاقوه بيهزر جامد وعمال يتنطط ومش عارف ايه، وعشان في بنت معدية، فاعرف يا باشا انك يعني انت الاراجوز اللي في الموضوع. فبلاش تعمل او تحط نفسك في المواقف دي. خليك في حالك، روح في حالك وارجع في حالك، وصاحب الناس فعلا اللي تستحق ان هم يتصاحبوا، عشان الكلية دي هتبقى من اهم سنين حياتك، وهتحس فيها فعلا بالمتعة، لان مش هيبقى عليك ضغط. فما تضيعش نفسك وسط الكلام الفاضي اللي ملوش اي 30 لازمه ده. طيب في الشخص الطبيعي، وده نصيحه مني ليكم، اعرفوا الشخص الطبيعي اللي هو على طبيعته، بيتعامل بيتكلم باسلوب مش بيتكلف في الكلام. تمام. فده الشخص فعلا اللي يتصاحب. طبعا اعرفوا منين انتوا؟ من خبرتكم او من دخولكم الكليه ان شاء الله، تقعدوا مثلا شهر ولا حاجه، تبتدوا بتعرفوا بقى ده متكبر، ده كذا، ده انا بعيد عن ده. فانتوا ركزوا في الحاجات دي، الله يبارك لكم. في حاجة تانية برضو، وهو فككم من كل دول اصلا وعيشوا حياتكم. يعني انا رايح الكلية، والله رايح اخد كلمتين اتعلمهم واروح البيت اطبقهم واذاكرهم. طيب فما اقعدش بقى اشغل نفسي ده بفلان حصل معاه كذا، وعلان مش عارف ايه، والبنت دي حبت مين، والكلام الفاضي ده كله. اللي انا اصلا مش هقول لك خش صاحب عشان ما شايلش نفس ذنب، ولا اقول لك خش صاحبي، ولا الكلام الفاضي اللي ملوش اي 30 لازمة ده. تمام. انا بس بكلمكم في اساسيات لازم تمشوا عليها باذن الله، عشان تلاقوا فعلا قيمه في حياتكم. حاجه تانية، وهو اقرأوا كتب بعيدا عن المنهج.
لو في مجالكم يبقى شيء كويس جدا، لو خارج مجالكم يبقى شيء كويس جدا جدا جدا. بمعنى انا والله رايح في الطريق، جاي من الطريق عشان اسلي نفسي، اجيب كتب تضيف لحياتي قيمه. تمام، ما بقول لكمش اقراوا روايات ملهاش اي 30 لازمه، اللي هي الروايات اللي عامله زي الافلام الهندي دي. لا، انا بقول لكم اقراوا كتب تضيف قيمه لحياتكم. بالله عليكم ركزوا ونفذوا فعلا كل حاجه من الحاجات دي، لان الحاجات دي باذن الله هتفرق معاكم جدا جدا جدا. عبال ما تخلصوا السنه هتلاقوا نفسكم قراتوا لكم بتاع 50 60 كتاب بدون مبالغه. هتلاقوا نفسكم خلصتوا المنهج، هتلاقوا نفسكم مش محتاجين تذاكروا اصلا. وارجعوا للجزء الاول في الفيديو، انا قلت لكم على نظام المذاكره هتذاكروا ازاي، او بمعنى صح قلت لكم الطريقه بتتذاكر ازاي عشان ايه ما تشتتوش نفسكم. حاجة تانية استغلوها في الطريق يا جدعان. الطريق ده انا بتكلم ليه عن الطريق كتير، لان فعلا لو شخص بيته بعيد عن الكلية، الطريق ده بالنسبة له هيكون جنة جنة، ان هو يعمل فيها اي حاجة. هو عايز يتعلم لغة يتعلم لغة في الطريق، عايز يعمل ثقافة كده يعني عايز يمنتج مثلا لو هو شغال في الفيديوهات يمنتج، هيلاقي الطريق ان ده اجمل وسيلة واجمل طريقة. ان هو على الاقل بيبقى الطريق مثلا ساعة ونص للبيت، هو بيلاقي ان الطريق ده يعني ده خلص يا دوبك فيه انجز فيه كذا وعمل كذا وعمل كذا. بيلاقي ان الطريق ده الحمد لله بيديله وقت، لانك انت ما بتعملش حاجه غير انك انت قاعد في العربيه يا بتذاكر يا او المترو طبعا، يا بتذاكر يا طبعا قاعد بتخلص مثلا فيديو مونتاج زي ما انا ناوي اعمل ان شاء الله، او انك بتقرا كتاب. وبرجح ده جدا يا جدعان، والله ما تقراوا كتاب هتلاقوا خبره وعصاره شخص مديها لكم في كتاب انتوا بتقراوها وبتتعلموا منها. تمام، ركزوا في الكتب اللي هي تفيدكم. تمام، اكتبوا بقى على النت والله كتب مفيده، كتب يعني اللي هو كتب تحفيزيه، كتب اي حاجه. انما ما تروحوش تقراوا لي روايات اللي هي بتبقى مش عارف 2000 3000 صفحه، وشخص مش عارف البطل والبطله والكلام الفاضي ده كله. فكوكم من تسمحوا لي اقول العبط ده، لانه هيضيع وقتكم على الفاضي. تمام، فاتعلموا لغه وانتم ماشيين في الطريق، واقراوا الكتب، وهتعرفوا قيمة كلامي لما تلاقوا نفسكم في المواصلات مش لاقيين حاجة تعملوها، قاعدين مخنوقين وعايزين توصلوا البيت بأي طريقة. فأنصحكم تخلوا كتب معاكم في الشنطة بعيدا عن كتب الدراسة، لأن طبعا انتوا هتذاكروا أول بأول. فالكتب برضو خصص وقت معين في الطريق انكم انتوا تتعلموا فيه لغة تقرأوا كتب. حاول بقى انتوا تنظموا الموضوع ده مع نفسكم. طيب، اوعوا تشتركوا في أسر، الله يبارك لكم. الكلية بيبقى فيها حاجة اسمها أسر. تمام، فخليكم مالكمش اي علاقة بالاسر، اديني بحذركم اهو. طيب ايه فايدة الاسر دي؟ انا بصراحة ما اعرفش هي الاسرة دي هتبقى يعني ايه. طب إيه؟ طب انا كطالب انضميت لاسرة، هستفاد ايه في الاخر؟ انا كطالب مثلا مسكت رئيس اتحاد الطلاب، مسكت رئيس اتحاد، طب انا استفدت ايه يا باشا؟ بص، انت وهي انت وهي الوقتي لما طالب بيخش الكلية، تمام، بيتخرج محدش هيجي طبطب عليك ويقول لك ايه يا حبيبي عايز شغل تعالى اشتغل. فلو انت بقى مفكر نفسك انك انا بقولش انا بقول ساعدوا بعض، تمام، ما بقولش يعني ايه محدش يساعد حد، ولكن لو مركزتش انك رايح الكلية عشان نفسك، تمام، يعني هيتروق عليك بجد من الحياة هي اللي هتروق عليك، لانك لسه ما اتصدمتش بالواقع اللي هتشوف منه حاجة انت ما كنتش متخيلها ابدا. تمام، ودايما اسمع كلام والدك او كلام والدتك لما بيجوا ينصحوكم ويقول لكم ذاكروا فعلا، لانهم عندهم حق وهم كبار وعارفين الحياة فعلا عبارة عن ايه. انا نصحتكم لوجه الله. الاسره دي انا الحمد لله ما انضمتش الاسر، بس كنت بحب اسره في الكليه، بحترم الشخصيات اللي فيها. الاسره دي بتبقى عباره عن طبعا الكليه بتبقى عارفه الكلام ده، ان في مثلا كذا شباب عاملين اسره. تمام، الاسره دي مثلا اصل انا بصراحه مش عارف اقول ايه مميزاتها وايه عيوبها، ولكن انا بقول لكم نصيحه، محدش يبقى ليه علاقه بالاسره. انت روح الكليه ذاكر، تمام، وشد حيلك، وما تقولش بقى ايه اتحاد طلاب ومش اتحاد طلاب. والله انا كل اللي عارفه ان انا رايح اتعلم شويه. انا معلش ابويا وامي ما بيدفعوليش الفلوس عشان واركب مواصلات عشان في الاخر اروح اقعد في شويه في الكليه، ولا اروح احضر اجتماع، ولا اجتماع معين يخليني ما احضرش محاضره. يعني فاهمين؟ انتوا هتيجوا بحاجه على حساب حاجه تانية، فانتوا ليه تعملوا في نفسكم كده؟ تمام، انا نصحتكم نصيحه لوجه الله، ولان هتخشوا الكليه تلاقوا اسر، واديني قلت لكم محدش ليه اي علاقه، ما يبقاش ليه علاقه باي اسره. خليكم انتوا ركزوا مع نفسكم ومع حياتكم، شوفوا شخصيه فعلا محترمه شايفينها طبيعيه وعلى طبيعتها ومحترمه ومهذبه وشاطره. انا بقول شخصيه ما بقولش بنت. تمام، شخصيه تكون كويسه وقويه وشاطره وممتازه، وابتدوا تعرفوا على الشخصيه دي. تمام، بس ده كل الموضوع، وانا اسف ان كنت طولت عليكم.
وملخص الكلام ده سريعا، مالكش دعوه باي اسر ومالكيش دعوه باي اسر. ما تقوليش ده انا هخش تبع اسره كذا وبتاع. بصوا انا بقول لكم مش هتستفادوا حاجه، تمام؟ هتضيعوا وقتكم على الفاضي وممكن تيجوا على حساب محاضراتكم. المذاكره ذاكروا اول باول، تاخدوا الحاجه من هنا روحوا ذاكروها وقتي وذاكروها عشان انتوا لسه عارفين ان الدكتور قال لي في النقطه دي. وبعدين لما حاجه تيجي تقف قدامكم علموا عليها وروحوا للدكتور اسالوه فيها، سواء بعد المحاضره يعني بقى. طبعا انتوا خدتوا مثلا النهارده محاضره، روحتوا ذاكرتوها ما فهمتوش نقط، تيجوا المحاضره الجايه تسالوا الدكتور فيها، يا اما تعرفوا المكتب. طبعا كل دكتور بيبقى ليه مكتب، او كل مثلا دكتورين ولا حاجه بيبقى ليهم مكتب مخصص، تعرف فين مكتب الدكتور، تخبط عليه تقول لو سمحت يا دكتور انا في كذا كذا واقف قدامي، يشرحها لك يعني. وهتلاقيه كمان ان شاء الله يبقى سعيد وهو بيشرح لك، لان ايه يعني انت طالب مجتهد ورايح تساله على حاجه. فده هيبقى شيء ايه، هيضيف قيمه لحياتك ويخلي الدكتور حتى يحبك. مع ان الدكاتره بتوع المحاضرات غالبا ما بيبقوش عارفين الطلاب قوي زي المعيدين اللي هم بيبقوا جوه السكاشن، لان انت بتختلط بالمعيدين اكتر. ولكن انا اسف بقى ان كنت طولت عليكم، واديني قلت لكم كذا نصيحه وطريقه المذاكره. ولو حد ما فهمش نقطه يرجع يعيد الفيديو تاني، وهسيب لكم في نهايه الفيديو ان شاء الله فيديو عن الانجليزي، تمام؟ وفيديو عن الجزء الاول بتاع اول يوم كليه، وفي الغالب انتوا هتكونوا شفتوا الجزء الاول. فيبقى كده فضلكم ان شاء الله الفيديو التاني بتاع الانجليزي هسيبه برضو في شاشة النهاية، تقدروا تشوفوه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.